تغييرات النادي الاهلي: بن شرقي مكان تريزيجيه، اللي قلنا ان هو ما جاش اصلا. تريزيجيه ما جاش نهائي اصلا. وبن شرقي اول ما نزل عمل تغيير في مستوى النادي الاهلي، خصوصا في الوقت الضايع. فانا كنت اتمنى ان بن شرقي يبدا المباراه من اولها. قفشه كان مكان حمدي فتحي، وجراديشار كان مكان اسامه ابو علي. بس كان جراديشار او كان اسامه ابو علي، هي اساسا انت ما عندكش كوره بيتم تنظيمها للمهاجم. يعني هو ما فيش كور بتروح للمهاجمين اساسا. الكوره كلها ورا عند الشناوي وعند الاربعه اللي قدامه والاثنين اللي في وسط الارتكاز. شكرا. لعب سلبي، مفيش اي لعب ايجابي. فكده كده كان جراديشار او اسامه ابو علي، الاتنين ما كانش ظاهرين. واحمد بيكن كان مكان اشرف داري. 4 تغييرات تموا، وبرضو ريبيرو مصر ان محمد هاني يبقى موجود رغم كل المشاكل الناحيه جايه من ناحيه محمد هاني. بقى فاضل معاك تغيير واحد قبل الماتش بينتهي ب10 دقايق، نزل حسين الشحات بدل الوينج الشمال يحيى عطية الله، وبرضه وسيد محمد هاني. كل الناس شايفه ان محمد هاني المشكله الا ريبيرو. مش عارف اقول لك ايه بصراحه. ريبيرو مش عارف اقول لك ايه. كان سهل جدا على اي مدرب، اي مدرب. يعني عماد النحاس اكيد شاف الثغره جايه منين، واكيد بلغك. انا واثق ان هو بلغك ان في مشكله من ناحيه محمد هاني. اي مدرب سهل جدا كان يشوف ان الثغره جايه من ناحيه الجانب الايسر، بس انت فضلت سايبها.